السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة وسلام وأمن وأمان يا رب العالمين. ايه أخباركم وأخبار أحبابكم وأحفادكم وحبايبكم؟ إن شاء الله طيبين يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اخواتي الغاليين، وحشتوني والله. انا بقالي فترة، زي ما انتوا عارفين ظروفي طبعا. الوالدة تعبانة وانا بروح كل يوم، يعني يوم عنديها ويوم عندي في البيت. الحمد لله الحمد لله. تعالوا الاول نشوفوا ايه المقادير بتاعتنا وبعد كده نحكي مع بعض. هنعمل حبة قرص طرية، ان شاء الله كده باذن الله. كوباية زيت وكوباية سمنة، في حدود 3 كيلو دقيق. الدقيق ده دقيق فاخر اللي احنا بنقول عليه فينو، اللي هو بنعمل بيه الكيك وكده، ودقيق بلدي من اللي هو بتاع البيت اللي انا بخبز بيه العيش الشمسي. خلطهم على بعض يعني. ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقة صغيرة اللهم صل على سيدنا محمد بيكنج باودر، ومعلقة ملح برضو معلقة كبيرة عشان كمية الدقيق ما شاء الله يعني حلوة. وهنحطه 6 معالق سكر، 6 معالق سكر، بحيث ان المعلقتين لكيلو دقيق. انا مرضيش اسكره قوي، قلت عشان ايه يبقى اعمل منه حبة حادق وحبة حلو، يعني حبة هحشيهم حادق وحبة هحشيهم حلو ان شاء الله. بنقلب المكونات كلها مع بعض كده، المكونات الجافة كلها بقلبها كلها مع بعض، وبعد كده هنزل عليها بالسمنة. عايز تعجني بلبن خير وبركة، عايز تعجني برضو بلبن رايب برضو خير وبركة، عايز تعجني بمية برضو المية خير وبركة. فأنا هعجن بمية دافية إن شاء الله، يعني دفيت المية على النار كده وهعجن بيها. هو مش بنخمره احنا، يعني بعد ما بنعجنه بسيبه يرتاح، يريح شوية بس كده، قد نص ساعة كده أو تلت ساعة على حسب ما أنا ايه أفيق الدنيا حواليا. واول ما يرتاح ابتدي اقطع فيه. انا كده ضفت السمنه على المكونات الجافه كلها، ضفت السمنه والزيت. انا بحط له زيت لان الزيت بيدي طراوه للحاجه كده شوي، يعني بيخليها طريه شويه عن السمنه برضو. لازم بخلط يعني ساعات. واحيانا لما بيكون الزيت مش عندي مثلا او زيت مش حلو وما ينفعش احط، بستعمل السمنه بس، يعني كل مره وهي وظروفها. كمان عندي حبة قشطة في التلاجة، يعني كل ما نجيب لبن، لبن فلاحي اللي هو اللبن الجاموسي، يعني مش لبن بقري، بيبقى ليه وش تقيل. فأنا مش بحب الوش بتاعه ده، عشان خاطر ايه ما يبقاش اللبن تقيل علينا وكده، مش بنحملوه تقيل الصراحة. فرحت، اللهم صل على سيدنا محمد. بقيت كل مرة أحوش الوش ده، أحوشه وأحطه في الفريزر، أحوشه وأحطه في الفريزر لغاية ما بيعمل علبة معايا كبيرة. في الآخر بعملها سمنة بلدي. رحت طلعته، وكان عندي برضو نص برطمانة لبن في الفريزر برضو. طلعتها، حطيت حلة مية على النار تغلي، ورحت سندتهم فيها. لما جيت سندت القشطة، راحت القشطة عزلت وش من فوق، وش السمنة، وش السمنة عزل على الوش من فوق. خدته في العجين برضو. وبرطمانة السمنة برضو، برطمانة اللبن، نص برطمانة هي صغيرة كده، برضو حطيتها في العجين زائد المية، يعني كملت بالمية بعدين. فهيبقى طعمه غني كده وحلو خالص خالص طعمه، عشان فيه زبدة وفيه سمنة وفيه اللبن برضو. فاللبن بيعمل برضو شغل في الحاجة. احنا الواحد بيعمل ساعات بالمية عشان ما يدقش، يعني الحاجة اللي عندك تعمل بيها ما تدقفيش. وبعد كده غطيته وسبته نص ساعة كده، ايه قد ما يهدى كده ويرتاح. هنا هنعمل حبة عجوة. انا بصوا من يوم ما خلقت على الدنيا ما اشتريتش العجوة الجاهزة، دايما اعمل العجوة دي بالبلح، بالتمر اللي عندي في البيت. يعني لو عندي بلح ناشف بفصصه وبطلع النوايا منه وبغسله حلو وانقعه بتاع ساعة او نص ساعة، ممكن انقعه من الصبح للعصر. وبعد كده بروح اجيب احطه على النار، اقطعه صغير صغير، ده لو ناشف اقطعه صغير صغير واحطه على النار. حبة البلح دول بلح رطب. احنا لما بنجيب بلح في الصيف بناكل منه يعني، وحابة اشيلهم في الفريزر كل مرة زي كده، كل يوم سوق
جوزي يجيب بلح كتير الصراحة، يعني باروح أحوش حباية وأحطهم في الفريزر، أقول ينفع في رمضان، في شهر رجب وشهر شعبان بنقعد نصيم الصراحة يعني كتير والحمد لله، بينفع برضه. نطلع برضه منه، ولو عندي بلح ناشف بعمل بلح ناشف وهكذا. المهم عملتهم حبة حتى قليلين يعني، بوطي النار شوية أنا لأن لقيت النار عليت فحسيت إنهم حيتحرقوا مني. فصصت البلح ده كويس، طلعت النوايا منه وكان ليه قشرة البلح ده، طلعت القشرة برضو بتاعته وقطعته وحطيته في الطاسة زي ما انتم شايفين، حطيت له معلقتين سكر، قلبتهم حلو كده لغاية ما لقيته ما فيهوش مية. بعد كده نزلت عليه ببقين مية كده واقعد اقلب فيه، بحط له المية انا عشان يدوب اكتر ويبقى طري، تبقى العجوة طرية يعني. البلح الناشف بحطه في الطاسة زي ما انتم شايفين كده او في حلة، وبحط له كوباية مية ونص كوباية سكر وبسيبه مع نفسه، بسيبه مع نفسه يغلي واوطي النار عليه. لكن ده عشان بلح رطب انا بقيت عملته انا واقفة، لان مش بيحمل، مش بيطول في طيابه يعني. دي قشرة البلح ده ليه قشرة، تحسي البلحة من جوا ليها قشرة بيضة، فبقيت اطلعها يعني انا وبعملها. وفي برضو اللي بقيت اطلعها انا وبلف بعدين. بس عجوة بتبقى طعمها جميل خالص يعني. أنا شفت العجوة عند ناس جاهزة، طعمها الصراحة عجبتني بتاعة البيت، يعني بتاعة البيت اللي أنا بعملها على إيدي، وحلوة وسهلة ومش مكلفة يعني. البلح التمر اللي عندك في البيت وتعمليه نظيف وحلو وطعمه لذيذ، وعاملاه على ايديكي، والصراحة يعني جميل خالص. كمان لو عايزة تحطي فانيليا برضو دي حسب رغبتك، حطي فانيليا برضو، فانيليا اللي هي بودرة، بتبقى جميلة خالص، بتدي لها ريحة وتخليه حلو خالص. لما بيكون كمية كبيرة معايا أنا الصراحة بحط فانيليا، بس دي عشان كمية صغيرة وكده أنا صراحة نسيت يعني، نسيت لأحط وقتها. لأن الفيديو ده يا جماعة من قبل ما أمي تعمل العملية على فكرة، قبل ما أمي تعمل العملية بيومين يعني. أنا أمي عملت العملية يوم الأربعاء، أنا ده كنت عاملاه يوم الاثنين، وصبحنا يوم الحنة بتاعت العريس قريبنا اللي أنا اتحنيت فيه ده. بس فالحمد لله يعني، نحمد ربنا ونشكر فضله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. أنا يمكن اتأخرت في نزول الفيديو ده لأن أنا بصوا أنا اليومين دول يعني من بعد ما خدت 3 4 أيام بايتة عند أمي، لما جاء أخويا سد عني بيجي بايت معاها هو، بقيت أنا أروح في النهار، بقيت بعد كده نظمت نفسي، بقيت يوم هناك ويوم هنا، بحيث إني أنا أعمل لهم أكل وكده لليوم اللي أنا مش هروح فيه. أروح اليوم التاني ألاقي الحوض مليان مواعين، ألاقي برضو فيه طبيخ، يومين والتالتة بص ألاقي فيه غسيل، والحمد لله. أنا بقول يا رب شدني، والله ما زعلانة ولا يعني، بتعب بس من المشوار اللي هو الروح والجاي بس، لكن إن كان على الخدمة الحمد لله أنا مش بزعل من الخدمة ولا بتعب منها، الحمد لله، الحمد لله. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب، وهي يشدها ويقويها ربنا وينور لها عينها يا رب، وقومها بالسلامة يا رب، ادعوا لها بالله عليكم. الحمد لله يا رب، الحمد لله. فالفيديوهات زي ما تقولوا أنا عاملاها يعني، أنا لسه في يمكن فيديوهين تاني كلهم عاملاهم من قبل العملية وقبل الدربكة بتاعت الفرح دي والعملية وكله، فمش فاضية أصلا إن أنا أمنتجهم أو أنزلهم. فزي ما شايفين كده يمكن انتم متابعيني وشايفين إن أنا بنزل الفيديوهات الشورتس دي سريعة. فبقيت يعني بسرعة بسرعة كده يعني. النهاردة المفروض اليوم ده عند أمي، بس أنا النهاردة هسجل الفيديو وأنزله وإن شاء الله هروح لها بعد الظهر بإذن الله. والحمد لله، وربنا يقدرنا ويقدركم يا رب، ويحافظ على أمهاتنا جميعا يا رب. واللي أمه توفت ربنا يرحمها برحمته ويجعلها من أهل الجنة ونعيمها يا رب، اللهم أمين يا رب. ويحافظ لنا على أمهاتنا يا رب، ويبعد عنهم المرض ويشفيهم وياخد بيدهم ويسترها معاهم يا رب، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب. ويبعد عنهم الأمراض يا رب، اللهم أمين. وينور لها عينها يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب، ويشفي كل مريض يا رب، ويرحم أخواتنا اللي أصيبوا في الزلازل يا رب، يرحمهم برحمته يا رب، ويلم شملهم يا رب. كل من مش لاقي أبوه ولا ابنه ولا عزيز عليه يا رب، يلم شملهم ربنا، ويجمعهم بأهاليهم وبحبايبهم يا رب، ويسترها معاهم يا رب، اللهم أمين يا رب. ويرفع عنا الزلازل والبراكين ويبعد عننا يا رب، اللهم أمين يا رب. ويجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا واستقرارا يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. الصراحة الواحد بيمسك التليفون قلبه بيوجعه يعني، والله الواحد بيمسكه ممكن نص ساعة ولا ساعة الواحد قلبه بيوجعه والله. فربنا يرحمهم يا رب، يتقبل دعائنا جميعا يا رب، يتقبل دعائنا جميعا يا رب، ويرحمهم برحمته يا رب، يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
هنا حبايبي استنيت العجينة لمّا هديت خالص، يعني ارتاحت، وبعد كده كنت فيها دي كنت لسه ما صليتش الضهر، صليت الضهر وعملت العجوة سِبتها تبرد برضه ورُحت صليت الضهر. رجعت خدت العجينة قطّعتها قطع صغيرة قد القرص اللي أنا هاعمله، وبعد كده بقيت أحشيها عجوة وألِف، يعني أحط حتة العجوة في النُص كده وأقفّل عليها زي ما أنتم شُفتوني كده. ودلوقتي دي جبنة علب عادية، علبة جبنة عادية كده فتحتها وخدت منها يعني. بعد ما بالِفّه برضه بالجبنة وبالعجوة، باستنى عليها زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده باسويه كده باطرحه. يعني بُصّوا إحنا الفريسكا وكده بنسيبوها بقيمتها كده يعني مش بندوس عليها، بس الجُرَس ديّة لازم تسويها كده حلو وبعد كده تحطّي على طول. وبعد كده بنحطها في الصواني ونستنى عليها برضه شوية، نستنى عليها بتاع نُص ساعة، تِلت ساعة، في الحدود دي يعني كده، في مكان دافي. تكون ارتاحت كده وخمرت حلو كده، وهاوريكم إن شاء الله الطريقة اللي أنا باعرف بيها إزاي الصواني خمرت حلو. يعني في صينية ساعات بتبقى خمرانة قبل أختها وكده، فأنا ليّا طريقة كده باعرفها بيها. أنا دلوقتي باعلّم بالشوكة زي ما أنتم شايفين. اللي بالعجوة علّمتهم بالشوكة كده، واللي بالجبنة هاعلّمهم برضه بطريقة تانية، وفي حبّة عملتهم سادة، وفي 3، 4 وحدات كده دول عملتهم بقرفة عشان خاطري أنا باحب القرفة، باحب أحطها كده في الحاجة أو باحبها باللبن برضه كده يعني، فعملت كام واحدة على قدّي أنا بس. كده عشان اللي يتلافى يبقى عارف نَفْسه هو بياكل إيه، يعني حادق أو حلو. دول الحبّة الحادقين اللي هم بالجبنة. طبعًا الكلام ده العليم والكلام ده أثناء بعد ما خلّصت على طول التقطيع، يعني مش بعد الخمور لأ قبل. دي الطريقة اللي أنا بافتح بيها وأشوف العيش خمر والّا لأ، ال القرص يعني، القرص أو الفريسكا. باعلّم بالطريقة دي، أفتحها كده بجنبها وأبُص بالاقي الخمور بتاعها تبقى نُقط صغيرة، صغيرة كده بتاعة الخمور، لكن لو لقيتيها واسعة من بعضها كده معناها لسه، أو مثلًا تلقيها زي العجينة من الداخل برضه يبقى كده لسه ما خمرتش. فدي طريقة حلوة يعني الصراحة وسهلة يعني. بس وإن شاء الله كده يا رب يكون عجبكم كده الفيديو بتاعي كده وطريقتي، وإن شاء الله تجربوها تقولوا عجبتنا أم البنات، وإن شاء الله يا رب كده تنوروني وتشرفوني بتعليقاتكم ولايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة والله اللي بترفع من روحي المعنوية وتخلي الواحد يقدر يكمل كده، لأن ساعات الواحد نفسيته بتقفل خالص من الفيديوهات ومن التعليقات ومن اللايكات ومن كله. الحمد لله، الحمد لله. الواحد بيعمل كل ما في جهده والباقي على ربنا، وربنا كبير، وربنا يجعل لنا القبول بين خلقه يا رب، اللهم آمين يا رب، اللهم اجعل لنا القبول بين خلقك يا رب، يا رب، اللهم آمين يا رب. وهنا حبايبي أهو بعد ما طيّبته لازم النار بتاعتها تبقى سخنة الفرن، وبعد كده باهدّيها يعني شوية عشان خاطر إيه ما يطيبش مرّة واحدة ويبقى بعد كده ني من جوّه، لأ، باسخّنها كويس وبعد كده باخلّيها نُص، نُص بتبقى حلوة. هنا حطيت الحبّة اللي بالعجوة لوحدهم، والحبّة اللي بالجبنة لوحدهم، والحبّة السادة برضه اللي في الصينية اللي من ورا أهو، دول سادة مش محشيين حاجة، و وفي كام واحدة اللي في الطبق دول بالقرفة، بقيت معلّماهم كل حبّة قاعدين في كيس لوحدهم. دي اللي العجوة، واللي بالجبنة تحسّي الجبنة ساحت جواها كده، والقرفة على فكرة برضه جيت فتحتها برضه لقيتها ريحة بس، ريحة بس مش موجودة القرفة، تحسّيها ساحت فيها كده. وتبقى طرية وحلوة خالص، خالص. عجبت البنات الصراحة يعني وعجبت العيال، كانت تاني يوم بنتي جاية برضه هي وعيالها عشان الفرح وكده، فعجبت العيال خالص، بالشاي حلوة جميلة. وبنتي كانت ماشية آخر الأسبوع برضه رايحة كليتها، رُحت حطيت لها حبّة في التلاجة برضه في الفريزر، برضه خدتهم معاها برضه حلو في الفطار، حلوة مع كوباية الشاي ساعة العصاري، جميل خالص، خالص. بحبّة دقيق وكوباية سمنة وكوباية زيت، معلقة بيرة، كام معلقة سكر زي ما قُلت لكم كده، تملي بيتِك خير. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم ويكون كده إن شاء الله نال إعجابكم يا رب.
وما تنسنيش بالتعليق واللايك والاشتراك، وأشوف وشكم على خير في فيديو جديد، ولا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.